بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى من حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. فضل وليس امرا نشترك في القناه بعد اذن حضراتكم. النادي الاهلي سيواجه غدا نادي طلائع الجيش، ونادي بيراميدز ايضا سيواجه البنك الاهلي. نادي البنك الاهلي وارد جدا يتعطل ان شاء الله بيراميدز، باذن الله يتعطل، ونادي البنك الاهلي ان شاء الله نتمنى باذن الله ان يقدر يفوز عليه او حتى يتعادل معاه طبعا. كل توفيق للنادي الاهلي في المباراة غدا. مباراة مش سهلة. طبيعي هتلاقي نادي طلائع الجيش نازل، مفيش حاجة يبكي عليها، مفيش حاجة يبكي عليها يا جماعة، لان دي فرقة بتصارع الهبوط، عايزة تحمي نفسها من الهبوط، فطبيعي هتنزل بقى هتهاجم. واحنا عندنا الدفاع على الله حكايته، عندنا دفاع النادي الاهلي على الله حكايته، وده شغل المدير الفني على فكرة. لا تمركز صح، ولا واقفين صح، ولا بيتحركوا صح، ولا اي حاجة، ولا اي حاجة. النادي الاهلي مستقبل السنة دي في الدوري بس عدد اهداف مهول مهول. النادي الاهلي السنة دي في الدوري عمل كل حاجة، عمل حاجات حتى في الارقام السلبية بيحطمها السنة دي. في الارقام السلبية النادي الاهلي السنة دي بيحطمها. كمية تعادلات، 7 تعادلات وخسارة، ولسه الدوري ما انتهاش. ايضا عدد الاهداف التي سكنت مرماه عدد مش قليل جدا، عدد غريب، عدد غريب، ولسه الدوري ما خلص. النادي الاهلي اكيد هيستقبل اهداف تانية الفترة الجاية. فلا، لا يا جماعة، النادي الاهلي السنة دي يعني حاجة صعبة، حاجة صعبة جدا. ارقام سلبية وصفقات غريبة. مجلس الإدارة السنة دي يا جماعة عمل كل حاجة في عمل كل حاجة، عمل كل العك اللي ما يتعملش وما يحصلش. فلا، في مجلس إدارة في قرارات كتير محتاجة يتم مراجعتها. كان في أحد المتابعين يا جماعة كان قال لي إن النادي الأخ طاهر محمد طاهر أو الكابتن محمد طاهر هيتم تعيينه مترجم عشان يوفروا إيه، يوفروا فلوس المترجم. عبث، عبث. وما مازال مسلسل العبث في مجلس إدارة النادي الأهلي مستمر، مستمر، مش هينتهي، مش هينتهي. طاهر لو هيكون مترجم ومش هيلعب كورة أنا ما عنديش مشكلة، المهم ان انا ما اشوفوش في الملعب، لان طاهر ما بيقدمش حاجة. كل الاحترام والتقدير لطاهر محمد طاهر كشخص، ولكن كفني لا يا جماعة،